السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، ومرحبا بكم إلى أهم العناوين. العبور التاريخي للمنتخب المغربي متصدرا للمجموعة، خيبة أمل كبيرة للمنتخب السعودي بعد خروجه من الدور الأول. المنتخب التونسي يحرج حامل اللقب بعد الإطاحة به بهدف نظيف. ليصلك كل جديد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، ولنبدأ على بركة الله. المنتخب المغربي ينهي دور المجموعات متصدرا للمجموعة الخامسة في إنجاز تاريخي على غرار إنجاز نسخة 1986 بالمكسيك. المغاربة يطيحون بالمنتخب الكندي بثنائية زياش والنصيري ليزيحوا المنتخب البلجيكي خارج البطولة، والمنتخب الكرواتي إلى المركز الثاني. رجال وليد الركراكي أعطوا أروع مثال في الالتزام والانضباط التكتيكي في كل المواجهات وعلى كافة الخطوط. الشراسة والتنافسية كانت حاضرة مع وليد الركراكي، المدرب الذي يعرف عنه اقترابه وعلاقته المميزة مع اللاعبين، إضافة إلى تحفيز لاعبين لتقديم كل إمكانياتهم، ويوفر جو كروي بامتياز تطغى عليه روح الفريق والتعاون. المنتخب المغربي إلى الدور القادم في انتظار التعرف على هوية الخصم القادم في الدور الثاني. حسابات المجموعة السادسة لم تحسم بعد، الأقرب الآن للعبور هو المنتخب الإسباني. كل الاحترام والتقدير والاعتزاز للطاقم التقني للمنتخب المغربي واللاعبين الذين أسعدوا أمة والت وتعاقبت عليها الكبوات والنكسات من كل حدب وصوب في السنوات 15 الأخيرة. شعب بأكمله يحب الكرة إلى حد الجنون، والذي لطالما كانت ترتسم عليه نفس الصورة الحزينة والمنكسرة بعد كل منافسة. لكن مونديال العرب هو بمثابة فأل الخير على المنتخب المغربي المدعوم من طرف كل الجاليات العربية، كأنما يلعب على أرضه. وبالفعل هو يلعب على أرضه، لأن قطر لمت شمل كل العرب الذين كانوا شبه أشتات رغم التقارب والتجاور الجغرافي. الإبداع المغربي سيستمر إلى الدور 16 إن شاء الله، ولما لا العبور والذهاب بعيدا في هذه النسخة المونديالية العربية المميزة. قلت في تقرير سابق أن العبرة بالبدايات قبل الخواتيم في الكوبا ديل موندو، ليتضح أن البدايات والخواتيم على حد سواء في المونديال. لتمر إلى الدور الثاني يجب أن يكون لديك الانضباط التكتيكي ممتاز، ولأن الحلم ما بيتم، ولأن الكمال في الدنيا درب من الخيال، فقد غادر المنتخب التونسي والأخضر السعودي من المونديال من الباب الضيق في وقت كنا نتحدث فيه عن تألق عربي مبهر لحد كبير. لكن حدث ما كان غير متوقع على غرار البداية النارية، خصوصا للأخضر السعودي بعد إطاحته براقص التانغو في استاد لوسيل، منحنى ومؤشر التوقعات الذي لمس عنان السماء. لكن لم يكتب لملحمة الأخضر أن تتم بعد انتكاسة مباراة بولندا وسفعة مباراة المكسيك التي بخرت أحلام الشعب السعودي بالذهاب بعيدا في المنافسة. الأخضر كان يمني النفس بتكرار إنجاز مونديال العام سام سنة 1994 للعبور للدور الثاني الذي كان تحت قيادة الرائع سامي الجابر، لكن الأقدار أبت وشأت دون تحقيق المراد. المنتخب التونسي هو الآخر أبدع. مباراة الدنمارك التي اعتبرتها منعطف التأهل، لكن نسور قرطاج تفننوا في إضاعة الفرص المتاحة، أبرزها انفراد عصام جبالي ببيتر شمايكل. لكن الاستعراض طغى على المشهد لتضيع تونس 3 نقاط ثمينة، ولتدخل المباراة بضغوط مرتفعة للخروج بنتيجة إيجابية لتحقيق المبتغى والاقتراب من العبور. لكن ليس كل ما يطمح إليه ابن آدم يناله، فقد فاجأ الكنغرو الأسترالي المنتخب التونسي بتوقيعه لهدف الفوز من شبه فرصة ضاربين أكبر مثال للواقعية والفعالية. المباراة الأخيرة للمنتخب التونسي ضد الديوك كانت تحصيل للفرنسيين الذين ضمنوا التأهل في صدارة المجموعة. لعب المباراة بدون ضغوط، حيث أشرك لاعبين احتياطيين رغم تلقيهم الهزيمة أمام النسور، إلى أنه كان قد فات الأوان. 3 نقاط لا تسمن ولا تغني، لأن المنتخب الأسترالي خالف التوقعات وفاز عن المنتخب الدنماركي ليرافق المنتخب الفرنسي للدور الثاني. قبل الختام أود أن أحيي وأن أرفع القبعة لهيرفي رونارد. هذا الرجل
الذي لديه نفس خصائص الألماني يورغان كلوب، لكن الفرنسي يصنع المعجزات مع المنتخبات. هيرفي الذي يدخل على صحراء جرداء قاحلة تصبح حدائق كلها ورود وأزهار ببصمته ولمسته المتميزة التي يدعها أينما حل وارتحل. صنع التاريخ مع منتخب زامبيا وأعاد الأمجاد لمنتخب ساحل العاج، ومعه استعاد المنتخب السعودي الهيبة الضائعة. أكسب الأخضر السعودي الروح والتنافسية التي مكنتهم من العبور لكأس العالم عن جدارة واستحقاق. في الأخير هارد لاك لكل من المنتخب التونسي والسعودي، وتحية واحترام وتقدير للثعلب هيرفي رونار. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى زر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.